مع سلسلة حلويات العيد جبت لك الكعك المسفيوي جد رائع. ما تبقايش تلقاي السبب انك تقولي ما عنديش الماكينه ما نقدرش نديرو. لقيت لك واحد الحل، واحد الطريقه اللي غادي يخرج لك كانك شريتيه في محلات في اسفي. رائع رائع رائع. نبداو على بركه الله. المقادير عندي هنا قبصه ملح. العبار غنديرو كاس واحد غنعبرو به كلشي، كاس ديال السكر سنيده وكاس ديال الزيت، ونفس الكاس تقدري ديريه ماء. انا درتو نصو حليب ونصو ماء الزهر كما تشاهدي معايا. هو الطريقه ديالو الاصليه على الماء. معلقه صغيره ديال خميره الحلويات تكون عامره، 2 معلقات ديال حبه حلاوه، 2 معلقات ديال الجنجلان، ومعلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير، ومعلقه كبيره ديال مايزينا، ومعلقه ما عامراش كبيره ديال الزبده. غنخلط الكل كما تشاهدي معايا، وعاد غنبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه وتنخلط. وغادي نبدا دابا نستعمل اليد ديالي. العجينه ديالو خصها تجي رطبه كما غتشاهدي معايا في الفيديو. غتبقاي تعجني فيها مزيان، تدخلي الدقيق مزيان في دوك المكونات اللي درنا. وهذا هو السر اللي غادي نوريك دابا. ها هي العجينه كيفاش وجات، خصها تجي رطبه. والسر اللي غادي بلا ماكينه كيفاش غادي الهاشوار. غادي تشدي ودوزي العجينه مده دقيقه في الهاشوار ولا دقيقه ما كاملاش، وغادي يصدق لك الكعك ملس رائع بحال المحلات، بحال تيصايبوا هذوك الناس اللي تيصايبوا لي كوموند. كيفاش راه غادي يجيك بحالهم تماما. غادي ناخذ العبار اللي بغيت. درت الحبه الاولى درتها صغيره، ولكن انا ما حبيتش. خاصني نديرو كيف ما كنشري، كيف ما معوده انني نشري الحبه تكون كبيره. بالنسبه للحبه هي تبدا من 30 غرام حتى ل 45 غرام. انا هنايا درت 35 غرام في الحبه، حتى 40 غرام في الحبه كما تشاهدوا. درتهم كبار، شرطتهم. خاصك تبرمي مزيان، تحاولي بانك ما تكونش عندك الهواء وسط العجينه. برمي وخلي ما تخليش الهواء تكون عندك وسط العجينه، وترقي الجنيبات ديالهم كما تشاهدي في الفيديو راه شارح نفسه. وغادي تبداي تشرطي. الا عندك النقاش بداي تنقشي، طرقيها شويه وتبداي تشرطي هكا بالسكين في القفا ديالو. انا درت بهاد قطعه العجين زوقت بها. وتناخذ العبار بالكاس، تنديرها كبر من الكاس باش تجيني بحال ديال المحلات التجاريه. ايوا انت كما تشاهدوا ها هي الطريقه كيفاش درت ليها. جات رائعه 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 كما تشاهدوا. ملسه العجينه، ملسه وتتبري كما تشاهدوا. هذا هو الكعك الاصلي. هكا تيكون خاص تكون العجينه ديالك ملسه وتتبري. وغادي هنا نشد واحد البيضه غندرب معاها قهوه سريعه الذوبان. غنضربها مزيان وغندهن بها العجينه ديالي مزيان، دهنوها من الداخل ومن الجناب باش يجي اللون ديالها متساوي. وغادي نزوقها بالجنجلان كما تشاهدوا. الفران هنا دجا ساخن على درجه حراره 180. غادي نقصوا عليه حتى الحراره 150 درجه الحراره. وغندخل العجينه ديالي وغادي تشوفوا كيفاش غادي تخرج. هنا اللاطه الثانيه هي وجدتها وعملتها وخرج على هذا الشكل كيف ما تشاهدوا. مقرمل رائع رائع رائع. يعني دابا طريقه الكعك انك ديريها في البيت ديالك. والناس اللي مقيمين في اوروبا يعني يقدروا انهم يديروا الكعك في المنزل ديالهم. هذه الطريقه ناجحه وتيجي مقرمل ورائع. ما نعاودش لكم كيفاش انا فعلا زدت فيه شي حوايج بحال الزبده، بحال مايزينا، بحال الحليب. هو تيكون فيه 3 المكونات: الماء والزيت والسكر والمنسمات كما تشاهدوا. نتمنى وصفه اليوم انها تكون نالت اعجابكم، وتجربوا هذه الوصفه وتقولوا لي الراي ديالكم. ولا عجبكم المحتوى ما تنسوناش بشي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.